يلا. حياك الله واهلا وسهلا. انا طه سلمان، كليتي ابو احمد، ناشط مدني وسياسي سابق. على المعرض. هذا المعرض قامت به رابطة الإبداع الثقافي في ناصر، يمثل رواد الحركة الأدبية والثقافية في محافظة الثقافة، ابتداء من المطربين والموسيقيين والرياضيين، عرفته أعيان المدينة. وتشوف هذا العمل هو توثيق لهؤلاء الناس وإكراما إلى أعطائهم اللي أثر العراق فعلا. يعني بديت في من عام 1934. هي المجموعة الأولى اللي كان فيها حضير أبو عزيز وداخل حسن والثالث من وياهم ناصر حكيم. هذول اكراما لهم وتكريما لعطائهم. وبعدين ايضا نريد نعرف الاجيال الحاليه بعطاء هذول الناس. هذا المعرض انت قمت فيه بوحدك لو وياك ساعدوك ناس؟ لا طبعا، هو هذا المعرض باسم رابطة الإبداع الثقافي، ويساعدون مجموعة من الشباب اللي هم أصلا ما عندهم معلومات عن شخصيات المعرض. فإحنا توثيق لهذا التراث العزيز الريفي وتراث السبعينيات، إضافة إلى أيضا تكريم لأبناء مدينتنا اللي اقتحموا الإذاعة والتلفزيون والمسرح وكذا. فهذول هم في مجال الرياضة تلاحظ. يا ريت انه نحكي عن مجموعة تقول هاي. فهذا هو الهدف. يعني هم ستة بس الرياضة والفن ووجهاء الناصرية. لا، الرياضة والفن ووجهاء الناصرية والأدباء والشعراء. يعني هذول موجودين بالمعرض مالك. يعني من يا سنة بدأ لغاية يا سنة؟ سنة 1934 عندما راح حضيري أبو عزيز والتحق بناصر حكيم للإذاعة، وأسسوا للغناء الريفي الجنوبي وغناء أبناء الذقار. فهذه هي المجموعة الأولى اللي اقتحمت الإذاعة. فإجا الجيل الآخر اللي مثله حسين نعمة، كمال محمد، ستار جبار، جبار النيسة. هذا الجيل الثاني. والجيل الرابع أو الثالث ما أعرف بالضبط، هو علي جودة وربع علي جودة. هاي المجموعة. كمال محمد لا، من جيل حسين نعمة. نعم. السبعينات يعني. هم إلى صورة منك؟ نعم ذاك. صورته تو حسين. صورته موجودة. نضال فاضل اللي ما حد يعرفه هذا. هذا شايفه سمعان به. وعلي جو هذا المطرب المات شو اسمه؟ من هو؟ المطرب المات بالصالحية كان بيت مسيس اسمه. مطرب غنى على جودة قبل كان أغنية مع علي جودة. والله ما أعرف. لا أنا موجود. معروف بالإذاعة. إيه معروف بالإذاعة غنى مات. بس أقول لك منه ما أنا اسمح لي. أتحدث وأعلق على الصورة نفسها. أول صورة هي أعلام مدينة الناصرية. السادة والتسمية دولة من الأعيان، وهم هذا السيد الحبوبي، السيد قاسم، السيد فاضل عبد الرزاق، ابن السيد راضي، الشيخ حسن حسب معلوماتي يعني. هذول هاي مدارسنا وتربيتنا سابقا. انظر اللي تسمع هذه المدرسة الفيحاء، وانظر لحال المدرسة حاليا. هاي فوادة. هاي فوادة. هذا اعتقد سيد فضيل. لا يقولون فوادة كاتبين. هذا الشارع مال ما كاتبين عليه شيء. لا انا قاري. هاي الشارع مال التفاح. هاي الجامع. هذا الجامع. شوف
هاي إدارة المدرسة المركزية. شوف هسه حال هذولاك وشوف حال وهاي مدرسة الفيحاء وهاي المدارس مال هالوقت هذا الرحلة ما عندهم. شوف خلينا نرجع لهم بعد على جماعة 34 هذول مظاهرين. هذول متظاهرين. اي والله نصري. هذه هويتي أنا الشخصية. بدي ذاك الكتاب مالي اسمه هذه هويتي. هاي صورتك هاي؟ هذا اخوي الله يرحمه عدموه بالاربعه. هاي ناشر صورته انا، هاي ناشريها صورته هاي بالجروب مالنا. داوود اسمه داوود. اي ناشريها، ناشرها هاي. فهذه الهويه تبدا من هذا اليوم. شوفه هذا ابن عمي هو سياسي وانسجن عام 63، وهذا المعلم مالي صديق ابن عمي. كانوا يقول فهمونا الابجديات السياسيه. من هذا صورتي وانا بالسادس الثانوي عندما طلعت من الامن. اعتقلوني 4 اشهر وخرجت بعدين. هذا العمل السياسي مالتي. وهذا ايضا السياسه. كانت عندنا منظمه اسمها نسيت اسمها حركه تصحيح. دول عندهم نفس المجموعه حركه تصحيح. هذا كان عندنا اجتماع على الشط ماخذين الصوره. هذا المكان الاداري اللي اشتغل به انا محاسب. فتعرف بهويتي هذا. عرفت؟ هذا ما قامت به رابطه الابداع الثقافي. لا من يوم الافتتاح ذاك الصورة نشوفها تطلع عنده. وهذا أيضا كان عندنا أيضا أمسية اسم الرابطة في سوق الشيوخ. كنت قاعد هذا المصانع. هنا هذا كان عندنا مهرجان. هذا مقعد الداش. وينه؟ ابراهيم الداش. ابراهيم الداش. نشعل لكم يلا. هذا تاريخ الرياضه في ذيقها تختصر عليه. هو لا احسب يعني احكي لك انه انا من بس على صورتك وين؟ انا من رواد الرياضه ولاعبي منتخب المحافظه ونادي الجزائر. نادي الجزائر هو هذا صورته تراوك اياها. هاي صورتي. نادي الجزائر اللي كنت فيها هذا هذا عرفت؟ يمي صلاح عوده، وهذا رزاق الخياط، وهذا كاظم، وهذا علي جبار. عباسي هليل كابتن الفريق مالنا اول واحد واقف فوق. عرفت؟ هذاك منتخب المحافظه. حج سرحان، صاحب محمد، طالب عبود، انا طه سلمان، كمال جعفر، ناجي الرئيس، سعد ابراهيم الله يرحمه، ورعد ابراهيم اخوه. قاعدين محمد وناصر. هذا طه كاظم صبيح. كاظم صبيح نعم. المرحوم عبد الرضا وجبار نعيمه وناصر حربه والمرحوم محمد عبد. والله تعرف من قبل. اي وذاك الله يرحمه علي ساكت. يما حمزه. كلهم حمزه غني. اخوي كافي. يلا هي خلاص. يلا هاي روح هاي خلصنا. يلا اخوي هاي خلصنا. منها شنو السالفه؟ هسه بابا